يا أهلا بيكم. أتمنى أموركم كلها تكون تمام. خلونا نتفق إن الأعمال اليدوية أو الهاند ميد مش مجرد خيط وإبرة، ده وقت وحب ودفى بنغزلهم مع بعض علشان أغلى الناس. في فيديو كروشيه النهاردة مش بس هنتعلم غرزتين من أهم الغرز الأساسية في الكروشيه، وإزاي ندخل كذا لون مع بعض بدون عقدة سحرية، وإزاي ننهي القطعة بلمسات فينش احترافية هتاخد شغلكم لحتة تانية خالص. احنا هنتعلم ازاي نحول شوية خيط لقطعة فيها روح لأغلى حتة فينا وعلينا، ولادنا. هنعمل كوفرتة بيبي كروشيه رقيقة جدا، غرزتها سهلة بس نتيجتها تجنن، علشان تكون أول حضن دافي بنغزله بإيدينا وبكل حب ليه. يلا بينا نبتدي. هل الغرز الأساسية في الكروشيه هي غرزة الحشو والنص عمود والعمود بلفة بس؟ لأ، لسه في غرز تانية كمان مهمة. من أهمهم هي غرزة العمود بلفتين، ودي غرزة بتدينا ارتفاع ومرونة وشكل مميز. وطريقتها كالتالي: هنعمل سلسلة بأي عدد وليكن 20. هنعد 4 غرز سلسلة ونلف الخيط على الإبرة مرتين، وندخل في الغرزة ال5. نلف الخيط ونسحبه لبره. دلوقتي عندنا 4 حلقات على الإبرة. نلف الخيط ونسحب من أول حلقتين، هيتبقى 3. هنلف ونسحب من حلقتين، هيتبقى حلقتين. هنلف ونسحب من آخر حلقتين، وهي دي غرزة العمود بلفتين. تاني، الغرزة بطل الفيديو النهاردة بقى هتبقى بنت عمها، واسمها غرزة النص عمود بلفتين. وطريقتها كالتالي: هنلف الخيط مرتين وندخل في الغرزة. نسحب الخيط لبره، معانا 4 حلقات. نلف الخيط ونسحب من أول حلقتين بس، هيتبقى 3. نلف الخيط ونسحبه من ال3 حلقات كلهم مرة واحدة. تاني،
الغرزة دي مميزة لأنها بتخلص الشغل بسرعة وارتفاعها أعلى من العمود بلفة، لكن في نفس الوقت بتكون مليانة ومش مفرغة زي العمود بلفتين العادي، فبتخلي الشغل شكله مختلف. يلا بقى نطبق غرزة النص عمود بلفتين عملي ونعمل كوفرتة للبيبي بخيط القطن. الكوفرتة أنا عملتها مربعة مقاس 70 في 70، وتقدروا تنفذوها بأي مقاس تحبوا. أنا هشتغل في ظهر السلسلة علشان الحافة تطلع مظبوطة، آخر سطر يبقى زيه زي أول سطر. هنرتفع 3 سلسلة بس علشان نحافظ على تماسك السطور. ليه اخترت الغرزة دي وخيط القطن؟ لأن غرزة النص عمود بلفتين نسيجها متماسك وبيوفر حماية أكتر للبيبي، أما خيط القطن فهو لطيف جدا على البشرة ومش بيسبب حساسية، والأهم إنه مناسب لكل الفصول، بيمتص الرطوبة في الصيف وبيدي دفى في الشتاء. نيجي بقى لتغيير لون الخيط بطريقة مختلفة من غير عقد سحرية. لما نوصل لآخر غرزة هنخرج من أول حلقتين بس ونخلي 3 حلقات على الإبرة. هنجيب الخيط الجديد ونسحبه جوه ال3 حلقات ونرتفع سلسلتين ونقص الخيط القديم. أنا هعمل كنار داير ما يدور بغرزة النص عمود، وهدير الخيوط الزيادة تحت الشغل وأنا ماشية. ما ننساش نعمل 6 غرز نص عمود في كل كورنر علشان الشغل يلف معانا بمرونة.
ده الشكل النهائي للسامبل بتاعتنا، وده الشكل النهائي للكوفرتة الفعلية. تعيشوا وتدوبوا يا أغلى الغاليين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم دايما كل جديد. وقولولي في الكومنتس هتعملوا الكوفرتة بألوان ايه وهتهدوها لمين. أشوفكم في فيديو جديد. باي.